عنوان الحلقة: حفل النصر، جوكو في مواجهة مونوكا. احتفال بالنصر؟ فاز عالمنا، لذا سنقيم احتفالا. إذن إن جئنا إلى الحفل فسنجد كثيرا من الأطعمة الشهية، أليس كذلك يا بولما؟ سنأتي إلى الحفل بلا شك. سنكون في انتظاركما ظهيرة اليوم. ولكن أحضرا مونوكا معكما. أرجو أن تخبراه أنه مدعو إلى حفل النصر أيضا، لا تنسيا ذلك. إذا رأى جوكو مونوكا فلا شك أنه سيطلب إلي مواجهته في نزال هناك. أخبرها أن مونوكا مريض وقد عجز عن تلبية دعوتها لحضور الحفل. غير ممكن. إن قلت ذلك فسيتوقف جوكو عن التدريب، لأن ما يحفزه على التدريب هو ظنه أن مونوكا محارب قوي وأنه لم يصل إلى مستوى قوته حتى الآن. هكذا إذن. أريد دعوته للمشاركة في المنافسة القادمة. ستدعوه للمشاركة في المنافسة القادمة؟ هل لديك اعتراض؟ لا. وجدتها. سنقول إننا ذهبنا إليه فوجدناه مشغولا بعمله. اتفقنا؟ اتفقنا، كما تريد أيها الزعيم. قال جوهان إنه لن يأتي إلى الحفل حتى المساء، ولا أحد غيره يجيد اللعب بالشطرنج من المدعوين. تشي، لما لم يأتي زوجك؟ خرج عند طلوع الفجر ليعمل في الحقل. قال لي إنه سيأتي بعد أن ينهي عمله. إذن دعونا نبدأ الحفل الآن. انتظري حتى يأتي الزعيم بيروس. ولكن إن بدأت الحفل قبل أن يأتي فإنه سيغضب بلا شك. لا نريد أن نفعل شيئا يعكر صفه في هذا الحفل. إذن علينا ألا نأكل شيئا حتى يأتي. ليس هذا فحسب، علينا أن ننتظر حتى ينتهي من الطعام، صحيح؟ لا تقلقوا، أعددت طعاما يكفي الزعيم بيروس ويكفيكم. يبدو أن الحلوى الفضائية التي طلبتها قد وصلت الآن. إنها حلوى معدة ومخصصة لحفل النصر. أحضرت لكم الحلوى الفضائية التي طلبتموها. أنت مونوكا صحيح؟ أجل، أنا هو. أجل. إذن لماذا توصل الحلوى بنفسك؟ لأني أعمل سائق شاحنة فضائية وكلفت بنقلها إليكم. ماذا؟ محارب قوي مثلك يعمل سائقا؟ ما هذا التواضع الذي أراه؟ أنت مثال الرجل الصالح. هاي مرحبا، كيف حالك؟ أنت المحارب كينوكا أليس صحيحا؟ بل مونوكا. آسف، نسيت الاسم. هل تذكر الكلام الذي قلته لك على الكوكب الغامض؟ أنت مذهل يا مونوكا، ما رأيك في أن تدرب فريقي؟ سأدفع أي أجر تطلبه. نعم. في الحقيقة أعد إعلانا لأجعلك نجما مشهورا. اسمح لي بأن أريك جانبا من هذا الإعلان. أين أنت؟ هيا تعالي. حاضرة. ما رأيك؟ أليس هذا أمرا رائعا؟ لماذا نزعته؟ لماذا؟ شعرت بالحر الشديد، لم أعد أحتمل ارتداءه. أعطيه أحدا غيري. دع مونوكا وشأنه، حدثه عن هذا لاحقا. تفضل بالجلوس، سيبدأ الحفل الآن. ما علاقتي بالحفل؟ ألم يخبرك الزعيم بيروس بالحفل؟ لا. هذه العلبة لي. لا يجوز أن تأخذها بلا إذن. لا أريد أن أتذوقها فقط. ماذا؟ أنا آسف. هل أنت بخير يا مونوكا؟ انظر إليه، إنه
أقوى محارب في العالم يبكي؟ ترى ماذا حدث له فجأة؟ بيكولو، ألا تظن أن مونوكا محارب ضعيف وليس قويا؟ في الحقيقة وصل الزعيم بيروس. أسعدتم أوقاتا جميعا. كيف حالكم؟ جئنا لنشارك في الحفل. مونوكا؟ لماذا أنت هنا؟ قل لي أيها الزعيم، لماذا لم تدعو مونوكا إلى حفل النصر؟ ألم أطلب إليك ذلك؟ ولماذا أدعوه؟ أنت لم تدعه لأنك لا تريد أن نكتشف سره، أليس كذلك؟ توقف يا بولما. هذا ما كنت أظنه تماما. يبدو واضحا أن الجميع قد علموا بأمر مونوكا أيها الزعيم بيروس. أجل يبدو هذا. ولكن جوكو لم يعلم به لأنه لم يأتي بعد. إفشاء سر مونوكا لجوكو سيوقعنا في مأزق، لذا أحذركم، إن علم جوكو بأمره فسأقضي عليكم جميعا. هل فهمتم؟ مرحبا أيها الزعيم. أيها الغبي، لا تكلمني فجأة. أنت هنا يا مونوكا، لماذا لم تخبرني بذلك؟ تعال لنبدأ المنافسة. هاي جوكو، لماذا جئت بثياب العمل هذه؟ هيا اذهب إلى المنزل وارتدي ثيابا تليق بالحفل. حسنا، سأذهب. انتظرني هنا حتى أعود. أردته أن يذهب لكسب الوقت. فكر الآن في طريقة تخلصنا بها من هذه الورطة. أحسنت، أنت ذكية وسريعة البديهة. لا تقل لي هذا الكلام فأنا أخجل. اسمع، إن كذب الزعماء أمر ليس محمودا. ماذا؟ كفى يا بولما. ما قاله الزعيم بيروس كان لصالحنا، لأنه زاد حماستنا أكثر وجعلنا نقاتل خصومنا بكل قوتنا، ولو لم يفعل ذلك لما قاتلنا بكفاءة عالية، ولكننا خسرنا المنافسة بلا أدنى شك. كلامك صحيح. اسمعوني، سأقول شيئا. إن علم جوكو أن مونوكا ضعيف فسيفقد حافزه على التدريب. وأنتم تعلمون أننا سنخوض منافسة ضد العوالم الأخرى قريبا، وعلى جوكو أن يصبح أقوى مما هو عليه الآن، وإلا فسنقع جميعا في ورطة، لأن زعماء دمار العوالم الأخرى شريرون، وهم لا يعرفون معنى الشفقة ولا الرحمة. إن خسرنا فقد تصبح الأرض لقمة سائغة لهم. مرحبا. عد ثانية. لنبدأ القتال يا مونوكا. انتظر، لم أسمح لك بقتاله بعد. أرجوك اسمح لي أيها الزعيم، أتشوق إلى قتاله. أثبت أنك أهل لقتاله أولا. اذهب الآن ونفذ تمرين المعدة. عليك أن تنفذ 100 مليون حركة. حقا؟ رائع، شكرا جزيلا أيها الزعيم. قلت 100 مليون حركة. هل يريد أن ينفذها حقا؟ اسمعوا يا رفاق، علينا أن نحرص على ألا يعلم جوكو بسر مونوكا. ولكن جوكو سيعلم في نهاية الأمر، لأنه مصر على قتال مونوكا. إن أخذ الزعيم بيروس شكل مونوكا فلا أظن أنه سيعلم بسره. صحيح. رائع، إنها فكرة جيدة. أنت ذكي جدا يا جوتن. ماذا تقصد بذلك؟ أيها الزعيم، إن ارتديته فلن يعلم بذلك وسيظن أنك مونوكا. أجل، تريد مني أن أتنكر؟ ويز، هل علي أن أتنكر حقا لإخفاء سره؟ هل يعقل أن أفعل ذلك؟ عليك الآن أن تقطف الثمار التي زرعتها. إن الخطأ خطأك. اصمت يا ترانكس. انتهيت من تنفيذها أخيرا. ما رأيك بالمنافسة الآن؟ أيها الغبي، يستغرق تنفيذ 100 مليون حركة أياما بل شهورا. أنا واثق بأنك لن تعد جيدا. بل عددت جيدا، قلت مليون، مليونان، 3. عدك خطأ. أليس بعد المليون يأتي مليونان؟ أيها الجاهل، ألم تتعلم العد؟ لا يجيد جوكو عد الأرقام الكبيرة وحده. إنه في حاجة إلى من يساعده على عد هذا العدد الكبير. دعنا نعطيه فرصة أخرى.
أعد تنفيذها مرة ثانية. لا تكن لحوحا أيها الزعيم، أكثر أو أقل لا يهم. أين سنتنافس الآن؟ أين؟ عد إلى هنا يا جوكو. أيها الزعيم ارتدي هذا. أرتدي هذا. جاوزو، أوقف جوكو عن الحركة. حاضر. لم أعد قادرا على الحركة. آسف يا جوكو، الكوكب الشمسي. ارتدي الزي أيها الزعيم. أيها الزعيم، ألا تريد أن ترتدي زي مونوكا؟ هل وصلت بي المواصيل إلى هنا؟ أنا أرتدي زيه. كيف صرت ضخما هكذا يا مونوكا؟ تستطيع أن تغير شكلك. لديك طاقة تشبه طاقة الزعيم بيروس كثيرا. يبدو واضحا أن لديك قوة الزعماء مثلي. زادت حماستي. لن أتأخر كثيرا، سأنهي هذه المهزلة في أقرب وقت ممكن. لا تتقاتلا هنا. لن أسمح لكما بتخريب الحفل. هيا غادرا هذا المكان بسرعة. تقاتلا هناك عند الوادي. كما تريدين. لما تنظر إلي هكذا يا مونوكا؟ ألديك أي اعتراض؟ عليك أن تبذل جهدك في القتال كي لا يكشف أمرك لجوكو، ولأن الزعيم أومني إن علم أنك محارب ضعيف فسيصاب بخيبة أمل. بولما، إنه غاضب فلا تغضبيه أكثر. هذا هو المكان الذي أشارت إليه. ضربة قوية. يواجه صعوبة في القتال لأنه يقاتل وهو يرتدي هذا الزي. لم يكن علينا أن نسمح بأن يحدث ذلك. أنتم، إن هزم الزعيم بيروس فلا شك في أنه سيغضب علينا وسيدمر الأرض. ما العمل؟ ماذا علينا أن نفعل الآن؟ هذا الحل عقد المشكلة. أنا لم أكن مع اتباع هذا الحل منذ البداية. خذ هذا. أنتما؟ ماذا تفعلان؟ لا، ليس لدي فكرة. يبدو أن مونوكا لديه القدرة على السيطرة على الآخرين. ماذا؟ انظر، لا أستطيع السيطرة على حركة يدي الآن. أنت لا تجيد التمثيل. لا، وأنا أيضا بدأ جسدي يتحرك وحده الآن. ماذا؟ أيعقل أنه انفجر غضبا؟
جدا. يصعب أن أعلم لأنه متنكر. ليس غاضبا، إنه مستمتع بالقتال. الزي الذي يقيد حركاته جعله يبتكر أسلوبا جديدا. كان الزعيم بيروس يتابع القتال في المنافسة ولا يفعل شيئا فيها، ويشعر برغبة في المشاركة. وها هي ذي الفرصة قد جاءته الآن، لذا ترونه متحمسا. طعمها لا يقاوم البتة. لا، تمزق الزي الخاص بالإعلان. ضربة أخرى. خذ هذه الضربة. إن كان الزعيم بيروس مستمتعا بالقتال، فهذا يعني أنه سيدمر الحديقة وكل ما يحيط بها أيضا. مذهل، أنت مثير يا مونوكا. سأرفع مستوى طاقتي الآن، فتهيأ. توقفا. إن قتالكما بهذا الأسلوب سيدمر كل الأرض. أخفي يدك عنه. دعنا ننهي القتال حتى نحسمه. طلب الزعيم بيروس أن تتوقفا عن القتال. توقفا، يكفي هذا اليوم. حسنا، ما باليد حيلة، سنتنافس ثانية. هيا لنبدأ حفل النصر أيها الزعيم. توقف أخيرا. كان قتالا عنيفا ومذهلا حقا. أصيب مونوكا بالذهول من هول ما رأى، فجمد في مكانه. ترى ما تفسير هذا؟ لم أقصد هذا. ذهبت كل جهودي سدى. بدأت الحرب. مونوكا، تستطيع أن تولد نسخة شبيهة بك؟ لم لم تقل لي ذلك؟ سأتدرب جيدا لمنافستك في المرة القادمة. أشعر بالجوع بعد هذا القتال. سأذهب لآكل. ذهب جوكو أخيرا. سحقا لي، ماذا فعلت بنفسي؟ لقد ارتكبت خطأ عندما كذبت. أجل، فإن حبل الكذب قصير. سأذهب لتناول الطعام أنا أيضا.